السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير وفي أتم الصحة. فيديو ديال اليوم غادي يكون الدجاج المحمر على الطريقة المغربية اللي كنحضروه في المناسبات وفي العراضات. هنا كيف كتلاحظوا معايا خديت 3 ديال الدجاجات. كل وحده فيها كيلو ونص في الوزن ديالها، مغسولين مزيان ومنقيين، محيده لهم ديك الشحمه وكاع دوك الزوائد. غسلتهم بالملحه والحامض وسكنجبير وصافي، وبيدتهم ليله كامله في الثلاجه. غادي ناخد اناء باش نوضع فيه العطريه اللي غادي نشرمل بها الدجاج. عندي هنايا الملح، انا استعملت هنايا حسب الذوق، من بعد تعاودوا تذوقوا. خرقوم، سكنجبير والابزار. هذه هي العطريه اللي كنستعملوا في الدجاج المحمر بوحديتها، ما كنزيدوا حتى شي حاجه من غير هاد العطريه اللي ذكرت دابا. غادي نخويهم هنا في الاناء، وغادي نستعمل نص كاس ديال العصير الحامض. انا كنوريكم هنايا عبات بكاس ديال العنبه، غنستعمل فقط نص كاس، القياس ديال 3 دجاجات. وغادي نستعمل نص كاس ديال زيت المائده، وغادي نستعمل هنايا قزبر ومعدنوس مفرومين، طحنتهم في الهشوار وطحنت معاهم الثومه. انا كنوريكم هنا الكميه اللي استعملت ديال، المهم تقريبا غتحتاجوا ربطه كامله ديال القزبر والمعدنوس. هنايا في الاناء غادي نخوي الزيت، ما خويتش الزيت كامله، خويت المهم خليت واحد الربع وصافي. من بعد هذاك تنزيدو في الطياب ان شاء الله. المهم انا خديتي واحد شويه باش ما كتجيش ديك الاقامه والتشرموله باسله. من بعد غادي نوضع غادي نخوي عفوا عصير الحامض، العطريه كامله اللي ذكرت قبيله. وغادي نبدا نضيف في قزبر ومعدنوس مع الثومه اللي طحنت في الهاشوار بهذه الطريقه هذه كيف كتشوفوا معايا. هذه غادي نشرمل بها الدجاج. المهم هنا نخلط بعدا باش ينسجموا ليا التوابل مع القزبر والمعدنوس. وغادي ناخد الدجاج، كل دجاجه غادي نحطها في هذا الاناء هذه، وغادي نحاول ندخل فيها هاد العطريه مزيان هكا هي بيدي. انا بديت كنحك فيها ديك العطريه باش كتدخل معاها مزيان. المهم ما تنساوش الجوانب، وهاد العطريه كندير شويه حتى في الداخل ديال الدجاجه، وكنحاول ندخل فيها مزيان العطريه. وضروري الدجاج المحمر الا بغيتوه يجيكم زوين يبات في هاد العطريه هذه في الثلاجه ليله كامله. الا كنا محتاجينه مثلا غدا، اليوم نديروا ليه هاد الشرموله ديالته، نشرملو الدجاج مزيان ونخليوه في الثلاجه. انا هنايا غادي نوضع الدجاج في الطنجره، راه بيتو ليله كامله كيف كتلاحظوا، راه بات عندي في الثلاجه ليله كامله. غادي نحط الدجاجات، دائما الدجاج كنحطوه على السدر ديالو. وغادي نخوي داك الماء اللي بقى ليا ديال الحامض والربيع اللي بقى ليا في الاناء، غادي نخويه حتى هو في الطنجره. وغادي نشعل الطنجره هنا، العافيه خصها تكون متوسطه، ما تكونش مهيله بزاف ناقصه بزاف وما تكونش مجهده. هنا صافي بديت كنوضع الماء دافي، وغادي نضيف كاس ديال الزيت، كاس د العنبه، يعني تقريبا كاس وداك شويه اللي كنت خليت اللي وريتكم في الكاس، كاس وربع ديال الزيت بالضبط. ها انا كنوريكم بلي غادي نزيد الزيت، وغادي نضيف معلقه كبيره ديال السمن. وهنايا عندي حامضه مصيره، خديت فقط اللب ديالها، غادي نضيفها حتى هي. وغادي نضيف 2 بصلات كبارين حمرين مشلضين. البصله الحمراء كنضيفها من الاول باش يلاه كطيب. وغادي نعاود نضيف عاوتاني قزبر ومعدنوس والثومه مفرومين، طحنتهم عاوتاني في الهشوار، لان داك الربيع اللي بيتنا فيه الدجاج ما كيبقاش فيه الجهد. من الاحسن اننا نعاودو نضيفوا الربيع، قزبر ومعدنوس مع الثومه باش كيبقى لنا الجهد في المرق. هنايا خديت بصله بيضاء طحنتها حتى هي في الهشوار، وغادي نضيف تقريبا النصف ديالها. انا هنا كان عندي تقريبا كيلو ديال البصل الابيض، ضفت النصف وغادي نخلي النصف حتى يقرب يطيب الدجاج، عاد غنزيدو. هنايا بعد ما طابت ليا المريقه ديالتي، خديت ضفت معلقه صغيره ديال السكر سنيده باش كنهرسو الحموضه. ودائما كتذوقوا الا خاصكم الملحه ولا الابزار كتزيدوا. غادي نضيف المعلقه الثانيه لانني حسيت بالجهد ديالها. المهم هاد 2 معالق صغار اولا معلقه كبيره ديال سنيده، الدور ديالها هو انه كتعطينا واحد اللون زوين في المرق، وكتهرس لينا ديك الحموضه اللي كتكون في المرق، وما كتجيش باينه واش حلوه، بالعكس كتجي زوينه بزاف. جربوها. هنايا كنوريكم ان الضغميره ديالتي قربت توجد.
باش كنعرفوها وجدات هي فاش كندوزو الملعقة الخشبية وكيبقى لنا داك البلاصة خاوية ما كيرجعش. هنايا وجدت هنا وجدت باش ندهن الدجاج، غادي ندهنو بالزبدة، الزبدة تكون حيوانية، ضفت ليها القليل من الهريسة وشوية من الطماطم المعلبة أو مركز الطماطم صافي. وكندهن الدجاج كامل، كندهنو مزيان. هنا راه جبدتو وطاب وبرد، عاد غادي ندخلو باش يتحمر والدغميرة راه وجدات. هنايا رجعت معكم بعد ما تحمر الدجاج، شوفوا اللون ديالو كيجي زوين. الهريسه ما كيجيوش نهائيا حارين بالهريسه، لانني كنضيف فقط راس معلقه، كنضيف غير شويه، ما كيجيوش حارين، بالعكس كيجي اللون ديالهم زوين وكيجيو بنانين. جربوهم بهذه الطريقه ما غتندموش عليهم. هي ما تقويوش الهريسه باش ما يبانش فيهم مذاق الحار. هنا كناخذ الدغميره وكنبدا نضيفها في الوسط وغادي نديرها حتى في الجوانب صافي. هنايا بعد ما ضفت الدغميره، هنا في الدغميره راه انا كندير حتى الكبده مشرمله. الا بغيتو الطريقه ديال الكبده المشرمله نشاركها معكم. كنتمنى ان الطبق ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم.